أصدقائي إخواتي في الله طلاب الفرقة التالتة، سنة سعيدة وجميلة عليكم بإذن الله. معاكم أستاذ حسن أشرف. سنة سعيدة تكون بخير بإذن الله. خلاص خلصنا سنة أولى، خلصنا سنة تانية، كبرنا وبقينا في سنة تالتة. إن شاء الله الترم ده متواجد معاك في مادتين، وهما الإحصاء والتأمينات الاجتماعية. إن شاء الله النهارده المحاضرة كده محاضرة تأسيسية على إن إحنا هندرس إيه في الإحصاء. الإحصاء دي بتتكلم عن إيه هي والتأمينات، المكونات، الفصول بتاعتها، إزاي النظام بتاعنا يمشي. تعال نسمي الله كده ونتكلم ندردش مع بعضينا دردشة سريعة. إن أنا بكون معايا مواد سنة تالتة. هدرس إيه في سنة تالتة؟ الأول عندي رقم واحد هدرس مادة اسمها مادة محاسبة حكومية. رقم 2 هدرس مادة اسمها الإحصاء. رقم 3 هدرس مادة اسمها المالية العامة. رقم 4 هدرس مادة اسمها التأمينات الاجتماعية. رقم 5 هدرس مادة اسمها الريادة. يبقى هدرس كم مادة يا صاحبي؟ 5 مواد. ايه هما؟ هدرس حكومية، هدرس إحصاء، هدرس تأمينات، هدرس مالية عامة، هدرس ريادة. طب المواد اللي انا اكون موجود فيها ايه هي؟ عندي 3 مواد او مادتين هكون متواجد معاكم ان شاء الله. ايه هما؟ هكون متواجد معاك في مادة الإحصاء ومادة التأمينات الاجتماعية. كم مادة؟ 2. ايه هما؟ الإحصاء والتأمينات الاجتماعية. تعال ندردش كده في موضوعات الإحصاء. عند الإحصاء لو سألتك سؤال، ليه بندرس الإحصاء؟ سؤال عادي، ليه هدرس الإحصاء؟ يا أخي فكر كده شوية. ليه هدرس الإحصاء؟ قال لي الإحصاء هدرسها إن هي تستخدم في حصر البيانات بتاعتي، إن أنا أقدر أحصر بيها البيانات. يعني مثال، لو أنت ساكن مثلا في فيصل في العشرين أيا يكن، جيت قلت والله أنا عاوز أشوف عندي كام واحد ساكن عندي، كام راجل وكام ست، ينفع أعملهم بالرياضة؟ لا. إحصاء هعمل حاجة اسمها حصر، جمع، بشوف الناس قد إيه اللي عندي. فالإحصاء بتستخدم في حصر البيانات بتاعتي. طب أسماء الفصول إيه يا دكتور اللي هدرسها؟ قال لي الفصل الأول حاجة اسمها مقياس التشتت أو مقياس النزعة المركزية. خلينا الأول، وده بتتكون من حاجة اسمها، عندي هدرس الوسط، هدرس فصل اسمه الوسيط، هدرس فصل اسمه المنوال، هدرس فصل اسمه الانحراف المعياري، هدرس فصل اسمه معامل الاختلاف، هدرس فصل اسمه الارتباط. وعند الارتباط حاجتين، عند الارتباط ده سبيرمان عالم، سبيرمان عالم اسمه سبيرمان، وعالم اسمه بيرسون. وهدرس حاجة اسمها الانحدار، وممكن ادرس حاجة اسمها السلاسل الزمنية. ما تقلقش، دي كلها فصول سهلة. وعندنا حاجة اسمها التوزيع الطبيعي رقم 9، التوزيع الطبيعي. وعندنا 10 حاجة اسمها الأرقام القياسية. عندنا حوالي 10 فصول. أعتقد في فصل دي كمان بس أنا ناسيه. يبقى هدرس إيه مع بعضينا؟ تعالى ندرس. قلنا الإحصاء هدرس حاجة اسمها الوسط، حاجة اسمها الوسيط، حاجة اسمها المنوال، حاجة اسمها الانحراف المعياري، حاجة اسمها معامل الاختلاف. هدرس فصل اسمه الارتباط لكم عالم؟ 2، سبيرمان وبيرسون. وهدرس حاجة اسمها الانحدار، وهدرس حاجة اسمها السلاسل الزمنية، وهدرس حاجة اسمها التوزيع الطبيعي، واخيرا الارقام القياسيه. عندي كم فصل؟ 10 فصول. كم فصل؟ 10 فصول. ما تلاقيش، ماده سهله جدا جدا جدا. ان شاء الله هنستخدمها بالاله، هعرفك ازاي تحل على طول بمجرد النظر، تحل السؤال على طول، مش عاوزك تقلق نهائي خالص. طب هي الاحصاء دي يا صاحبي، عشان اقول لك
ان انا عندي في الاحصاء دي حاجتين برضه تبقى عارفهم. مش احنا كنا وقفنا اللي احنا عاوزين نجمع الشارع بتاعنا نشوف كام واحد فيهم؟ قال لي لو انت عاوز تجمع الشارع ده عدد كبير لا نهائي من البشر، صح؟ يعني في ناس كتير، في ستات، في رجاله، في اطفال، صح؟ في ناس كبيره في السن، فناس كتيره قوي. فعشان اعمل لهم حصر البيانات دي عن طريق حاجتين، عن طريق بيانات اسمها بيانات مبوبه وبيانات اسمها غير مبوبه. يبقى عندي كام بيانات هدرسها؟ 2 بيانات مبوبه وبيانات غير مين؟ مبوبه. قال لي البيانات اللي هي المبوبه ان انا بستخدمها في حصر البيانات الكبيره، بعمل لها جدول. الجدول ده بقى مكون من حاجتين، فئات وتكرارات. يعني الجدول اللي انت عاوز تعمله ده لما يكون عدد كبير عندك، يعني مثلا كليه تجاره عاوزه تجمع عدد الطلبه اللي عندها، فتعمل جدول تكتب اسم الطالب، سنه، فرقته، رقم الهاتف، الوالد بتاعه، صح. فدي تعملها بشكل مين؟ مبوب. يبقى المبوب بيستخدم لما يكون عندي ناس كتير قوي او عندي معلومات كبيره قوي، فبعمل لها جدول اسمه مبوب. انما الغير مبوب بيستخدم فيه ان غير مبوب بيستخدم في عدد بسيط. يعني لو جيت قلت لك كده انا عاوز اعمل حصر للاسره بتاعتك، اسرتك فيها كم فرد؟ هتقول لي مثلا 4. هتقول لي ابويا، امي، اخواتي، واخواتي متمثله في حاجتين، لا اما بنات لا اما شباب. شكرا. ادي الحصر بتاعتي بتاع الاسره. استخدمت مبوب ولا استخدمت غير مبوب؟ غير مبوب بتاعي. ايه بقى الغير مبوب؟ بيستخدم في العدد الصغير، انما المبوب بيستخدم في العدد الكبير. وده كلها هنعرفها مع اول محاضره باذن الله، هندرسهم بالتفصيل وهنعرف ايه الفرق من المبوب والغير مبوب اكتر ونخش في التفاصيل. ده كده بالنسبه للاحصاء، ماده سهله وماده تقدير. يعني انت لو قلت عن جيد جدا فيها اعرف ان انت شخص دماغك ما فيهاش. وطبعا انا بعودك من سنه اولى كل ما يكون الماده فيها تكرار تبدا المعلومه تثبت في دماغك. عاوز تنجح في اي حاجه بقولها لك كرر. عاوز تتعلم ان انت تذاكر يبقى كرر المذاكره، اتفرج على المحاضره مره 2 3 تلاقي المعلومه ثبتت. عاوز تتعلم مثلا لعب كوره، لا العب مره و2 و3 تلاقي نفسك بدات. اي حاجه في الحياه بتيجي مع التكرار. ده كده بالنسبه لايه؟ للاحصاء كلها عملي. نيجي لماده التامينات الاجتماعيه، ماده قمه السهوله اللي فيها، وماده بتتكلم عن الواقع اللي احنا بنعيشه عكس الماده بتاعت سنه تانية. الماده بتاعتي هندرس فيها عباره عن تامينات الحياه، تامينات العجز، تامينات الشيخوخه، تامينات البطاله. لا قدر الله لو انت في شغل واصبت باصابه عمل، الشركه تدي لك فلوس ولا لا؟ ده كلها هندرسها في ماده التامينات. هي ماده نظري وفيها جزء عملي صغير جدا. نظري فيها جزء عملي صغير هندرسه برضو مع بعضينا. ماده سهله جدا بتتكلم عن التامينات الحياه، الممتلكات، الحاجات العامه. فيها 3 اجزاء. خلي بالك الماده مقسمه 3 اجزاء، جزء عن التامينات الاجتماعيه، تامينات عامه، تامينات حياه. ده كلها اجزاء، الجزء جواه فصول. طب هي الماده يا دكتور مكونه من كام فصل؟ الماده يا صاحبي مكونه من حوالي 12 فصل. كام فصل؟ 12 فصل. مش عايزك تقلق، فصول سهله ولذيذه وكل حاجه هندرسها بالتفصيل مع بعضنا. ان شاء الله انتظروني في اول محاضره. اول محاضره باذن الله في كورس الاونلاين بتاعنا هتنزل على المنصه. المحاضره الجايه هنكون بنتكلم عن الاحصاء. في اول محاضره هنتكلم فيها عن الوسط والتباين والانحراف ومعامل الاختلاف. 4 موضوعات هندرس الموضوع الأول، الثاني، الثالث، الرابع، وهندرسه عن طريق حاجتين، لا إما مبوب لا إما غير مبوب. يبقى أول محاضرة يا صاحبي في الأونلاين نازل لك كام فصل فيها؟ 4 موضوعات، شرح بالتفصيل،
حل اسئله الامتحانات، وطبعا في ملزمه شغال عليها دلوقتي باذن الله تكون متوفره على المنصه، كلها امتحانات سابقه لماده الاحصاء. تذاكر وتبدا تحل مره واثنين وثلاثه واربعه. كان معاكم استاذ حسن اشرف. ترم سعيد، سنه سعيده باذن الله تهتم فيها. خلاص فاضل لك يا بطل سنتين في الكليه، اهتم وجيب تقدير. اشوفكم في اولى محاضراتي على خير.